الكرة المغربية بإمكانه في أولمبياد باريس بعد عام وبعد السنة على قنوات البين سبورتس أن يواصلوا المشهد المغربي في العالمية في التألق الملفت في موسم لن ينسى من ذاكرة المغاربة، في تاريخ وتواريخ لن تمحى من ذاكرة المغاربة. المغرب في هذا العام صار يلعب في العالمية بين الصالات، بين الآنسات، بين أسود في الدوحة وبين الأولمبيين في باريس. المغرب عملت قفزة للأمام في صعيد الكرة المحلية والإفريقية. مبروك الأسود، التتويج والتاج أمام الأنصار وعصام الشرعي، اسم آخر من أولاد البلد يحققون المجد وينتصرون ببطولة كأس افريقيا. كأس افريقيا من شهرين للناشئين ضاعت في الدقائق الأخيرة للترنجة. اليوم المغرب تستعيد الزعامة من خلال الأولمبي في موسم استثنائي للكرة المغربية وأيضا للكرة السنغالية التي فازت بالشواطئ والشان والكان. إلى كان جديد، إلى مونديال افريقيا اسمر آخر، إلى التقاء الأصدقاء والأشقاء، إلى مباريات الشمال الافريقي في افريقيا. هذه بذكريات شيل. إذا معك يا نسير، شيل 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 يا زلزولي، شيل شيل يا زلزولي، شيل. كاس افريقيا مغربية، كاس افريقيا اطلسية، كاس افريقيا عربية. هنا في الرباط تبدأ الافراح وتبدأ وتتواصل الليالي. مبروك المغرب، مبروك مصر، مبروك مالي. والبطولات القادمة في قنوات البين سبورتس تنطلق بعد لحظات في مشاوير الدوريات، في كؤوس السوبر إلى السوبر ليج، إلى بطولات القارة، إلى كان في الانتظار في ذات الشتاء في 24 إن شاء الله، بين آسيا في قطر وبين أفريقيا في الكوت ديفوار في أرض الفيلة. هكذا المغرب تحتفل، وهكذا الأسود تحتفي، وهكذا البطولات تكتب، وهكذا العمل يترجم نجاح، وهكذا نجاح يتلقى من خلاله الأبطال التهاني. تهانينا للأسود من أرض الرباط. نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا نزلتم، وأهلا وسهلا ومرحبا تغادروننا إلى معترك جديد، إلى أفريقيا أخرى، إلى كرة الأبطال، كرة الماما أفريكا، حيث مصطفى وجاجارين، وبذكريات المرابطين، وبذكريات العيساوي والتايب، وبذكريات الأشقاء في كل مكان. فرحة وسهرة. الليلة ليلتهم كانت في الرباط، وغدا قرعة، غدا المونديال وما أدراك. زميلي طارق الحماد لك الكلمة، وهذه أحلى صور الختام، الكرنفال المغربي في الرباط.